بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبايبي متابعيني من قناة مطبخ حنان ودنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو كده في حاجات أول مرة نعملها بصراحة في بيتي، يعني عملتها قبل كده عند ماما بس في بيتي أول مرة بصراحة أعملها. هنبتدي بقى نسمي الله كده. جبت كده ملاية قديمة من عندي، فردتها كده على السجادة في الصالة، وقلت بقى اقعد انخل شوية دقيق كده، علشان عايزة اعمل عيش بيتي. نفسي فيه بصراحة، حبيت ان انا اعمل اكل النهاردة واكله بعيش بيتي، ف قلنا نجرب كده مع بعض. يا ريت اللي يشوف الفيديو اعمل لي لايك، واللي يعجبه اكتب لي كومنت حلو كده، ومتنسوش تشتركوا في القناة معانا وتكونوا من ضمن اسرتنا الجميلة. دخلت كده الدقيق زي ما انتوا شايفين علشان اطلع بقى منه الردة وكده، علشان لما اجي افططه كده او افرده يكون معايا ردة كده افرد بيها. تمام. هنخل الدقيق بتاعي كده كويس. بعد ما انخله هوزنه بقى عشان اشوف انا عملت قد ايه، يعني انا بحب اوزن الدقيق عشان اشوف الكمية بتاعتي دي قد ايه ومن كام كيلو دي. تمام. يا رب ما اكونش ضيفة تقيل عليكم. مم، ماشي. هو انت هتنخلي الدقيق كله قدام الكاميرا ولا ايه؟ معلش يا جماعة استحملوني. تمام. جبت بقى بولة كده واسعة، فرغت فيها الدقيق بعد ما وزنته ولقيته قد ايه 2 كيلو. هجيب بقى مية دافية، يعني فترة كده زي دمع العين. جبت حتة خميرة قد المعلقة كده، قد معلقة الأكل بتاعتنا، ودوبتها في معلقة سكر وسبتها عشان نشوف الخميرة بتاعتي هتتفاعل ولا لأ. وابتديت ان انا اعجن، وقبل ما اخلص المية يعني او استكفى بالمية بحط الخميرة بتاعتي. بعد ما تكون اتفعجت كده كده انا حطيت حطيت الخميرة بتاعتي، وابتدي بقى ان انا اعجن. اي حاجة مضايقاكي خرجي طاقتك السلبية في العجين. اي حد مزعلك العجين عندك. عجنت كده العجين بتاعي كويس، كل ما تعجنيه كويس تخدميه كويس هيخرج معاكي العجين حلو، وهيبقى معاكي النتيجة كويس. تمام. في اي مخبوزات تحاولي ان انت تطولي شوية في العجين. انا ما عنديش عجان فبعجن بايدي، فما عندناش اي مشكلة. قلنا نطلع طاقتنا السلبية في العجين. هخلص ايدي بقى من العجين بحوالي ربع كوباية من الزيت. تمام. ربع كوباية من الزيت كده عشان اخلص ايدي من العجين، وتبقى العجينة بتاعتي كويسة وايه وفيها مرونة كده. تمام. خلص كده العجين بتاعي ما انتوا شايفين، وهجيب اي غطا اغطيه. فوطة من عندك، استرتش. انا ما عنديش استرتش، اي فوطة بقى عندي كده قمت مغطياه وسايباه. في الوقت ده بقى قلت اعمل اعمل خلطة السمك المشوي اللي هي التمليحة. معايا كده توم بقشره، زي والدتي ما بتعمل، زي امي ما بتعمل التوم بقشره. خدت كده راس توم كده كويسة حطيتها في الكبة، ومعاها ليمونة ومعاها بقدونس وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل حامي وجزراية، وطبعا كمون وكزبرة، ومعانا كمان شطة، هريسة شطة اخدت منها معلقة. وكل ده كده في الكبة وهضربه. كبة معايا الخلطة بتاعت تمليحة السمك. طبعا منسيناش الملح. هجيب صينية كده وهحط فيها ملح زي ما انتوا شايفين. هحط فيها حوالي 3 معالق كبار ملح، وهبتدي ان انا ازودها مية. كده انا حضرت التمليحة بتاعت السمك بتاعتي. قلنا بقدونس وجزر وفلفل حامي وفلفل بارد وهريسة شطة وليمونة قطعتها. كمان هاخد شوية زيت، يعني على طرف المعلقة كده شوية زيت بساط كده، وهقلب التمليحة بتاعتي.
تمام. في الوقت ده بقى ايه، جبت كده عندي ساق صغير هحطه على البوتاجاز من فوق، وعندي بتنجانتين كده قلت اشويهم بقى ونعمل بتنجان بطحينة جنب الاكل. عندي الصاج الصغير ده انا بحط على البوتاجاز الاتنين عين اللي قصاد بعض بولعهم، ومشوي عليهم السمك. طبعا السمك عشان ميدخنش ويعمل دخنة كتيرة في الشقة، فبفتح ايه، بفتح بطنه بنضفها ما بخليش جواها ايه حاجة. تمام. هبدر بقى السمك كده بالردة وهشويه على البوتاجاز. تمام. والبتنجان بتاعي هحطه على جنب كده، وابتدي بقى ان انا اشوي السمك بتاعي. حاول ان انت تشوي السمك ما تنشفوش قوي عشان ما يبقاش مر. تمام. معايا بقى التمليحة كده، هخرج السمك من النار على التمليحة على طول عشان يشرب من تمليحتنا الحلوة دي. وطبعا مسيبوش كتير في التمليحة عشان ما يملحش جدا. تمام. معايا بقى البتنجان اهو تستوى خلاص كده، استوى وطلب الأكل. قشرته. معايا معلقة من الثوم المفروم، معلقة من صغيرة من الملح، ومعايا معلقة صغيرة من هريسة الشطة. هريسة الشطة دي أنا بعملها بتقعد عندي من السنة للسنة. وكمان هجيب ليمونة. تمام. هبتدي بقى ان انا اقلب كده الايه التمليحة بتاعة البتنجان بتاعتي، وهجيب ليمونة كمان نص ليمونة عشان هم عندي مش بيحبوا ليمون كتير على البتنجان. اعصر نص ليمونة بس كده في المصفى بتاعة الخلاط علشان البذر او اي حاجة. تمام. وحطيت الطحينة بتاعتي، عندي كده طحينة بيضة. حطيت كمان طحينة وعملنا احلى طبق بتنجان. هناكل بالعيش البيتي اللي احنا عجناه، هنخبز بقى عيش بيتي فين. طب انتي يا حنان هتخبزيه ازاي في الفرن بتاع البيت؟ هخبز. معايا كده العجينة بتاعتي خمر زي ما انتوا شايفين كده، هبط خمرها. وجبت بقى صينية كده رشيت فيها ردة من اللي انا طلعتها من الدقيق. وهبتدي بقى اقرص العجينة بتاعتي كلها مقاس بعض. هحاول ان انا اسكت ايدي كده على مقاس واحد. تقريصة بتاعتي صغيرة مش كبيرة. طبعا احنا بقى هنعمل العيش ده مع بعض. انا اول مرة بصراحة هعمله عندي في البوتاجاز بتاع المطبخ. احنا كنا بنعمله عند ماما اللي هو الفرن الغاز الكبير دوت، وكان بتبقى كذا ايد مع بعض. لا انا بقى هعمله النهاردة بعد ما قرصت كده. بليت كده حتة قماشة وغطيته علشان الوش بتاعه ما يقشفش. وهاجي بقى على الرخامة كده، عندي المكنة بقى دي بتاعت المكرونة والمخروطة وفرد العجين والكلام ده كله. هاخد بقى كده وافرده. طبعا انا عاملة التقريصة بتاعتي صغيرة، عاملة حسابي ان انا بقى الفرن بتاعي مش فرن بقى واخدين بالكم انتوا بقى. عايزين نجرب، هنجرب سوا نشوف العيش بتاعنا طلع شكله ايه. طبعا في اول الفيديو انتوا شفتوه ما شاء الله عليه، حاجة تفرح بصراحة. بقيت افرد كده مثلا ايه، ستة مثلا، 6 تقريصات كده مثلا. واقوم ايه في الوقت ده كنت مولعة الفرن طبعا، وايه مستعدية بقى للخبيث. تمام. مش عايزة حد يتريق على العيش بتاعي، على العيش بتاعي صغير بس ما شاء الله عليه يعني. من غير مطرحة من غير حاجة، كنت باخد بإيدي كده واحدة في الايه في الفرن من تحت. وما شاء الله بقى على العيش بتاعنا. شايفين شكله؟ واكلنا عيش وسمك وبتنجان. قلت اغير المعتاد، مش عايزة اكل رز ولا عايزة اكل عيش من التاني، انا عايزة اكل عيش بيتي. يا سلام عليه في شوية ملوخية ولا حبة بامية. يا سلام. ولا عملت عدس شوربة كده وكسرتيه. ما شاء الله طالع ما شاء الله عليه. وانفخه ازاي. طبعا مش كله طلع بصراحة منفوخ، في طلع نص منفوخ ونص صفطان. معنى العيش بعد ما خلص. يا رب يا ريت اللي يعجبه الفيديو اعمل لي لايك، ما ينسانيش بدعوة حلوة. يا رب ما كنتش ضيفة تقيلة على قلوبكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. متنسوش تقولوا رأيكم في العيش.